متخيل وانت قاعد في اوضتك دلوقتي ومطفي النور وقافل الباب وماسك موبايلك والدنيا هاديه ومفيش اي حاجه، وتيجي ترفع راسك تلاقي شيء غريب جدا جدا دخل عليك الاوضه وواقف قدامك، وانت لا تعرف ده ايه ودخل هنا ازاي اصلا وانت قافل بيبان الشقه كلها بايدك. بس مش ده الغريب بجد انك اول ما هتشوفه هتحس انك تعرف، في احساس هيجي جواك ان في سابق معرفه بينك وبين الشيء ده، وهتبقى عارف هو ليه جه وليه ظهر قدامك دلوقتي. والاهم من كده ان شكل الشيء اللي واقف قدامك ده مخيف جدا، مرعب بجد. هتحاول تروح يمين، هتروح شمال، هتصرخ، خلاص مبقاش في منه فايده، مفيش حد هيسمعك ولا هيحس بيك حتى لو كان نايم جنبك على السرير. والشيء اللي احنا بنتكلم عنه ده يبقى عزرائيل، ملك الموت. ومش شرط انك تشوفه بالصوره القبيحه جدا دي، ممكن تشوفه شكله حلو جدا على صوره حد انت بتحبه او اي حاجه تانية حلوه، وممكن تشوفه بصورته الحقيقيه اللي قادره انها تفجر قلبك من كتر الخوف. ربنا ذكر المشهد اللي انا وصفته لك ده في القران وقال: لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. معنى بصرك اليوم حديد انك بقيت شايف الكون زي ما ربنا خلقه بالظبط، بقيت شايف كل الكائنات اللي ربنا خلقها وعايشه حواليك من يوم ما اتولدت لحد ما جه اجلك. وده من رحمه ربنا بيك وبينا ان ربنا حاطط غطاء على عينيك يخليك لا تشوف شياطين ولا جن ولا ملائكه، والا كان زمانك اتجننت او حصل لعقلك حاجه. بس خليني الاول اكمل لك، بعد ما تشوف ملك الموت قدامك هيحصل ايه وهيقبض روحك ازاي، وهل فعلا انت هتقدر تسمع الناس اللي حوالينك في القبر، وهل فعلا الحيوانات بتقدر تسمع اصوات البشر اللي بيتعذبوا في القبر. ده اللي هتعرفه النهارده. بص بقى، انت بعد ما شفته قدامك وهو باصص عليك وانت باصص عليه، هيبدأ يقرب عليك بالراحة، وانت هتبقى متثبت في مكانك وأكن في قوة غريبة جدا مخلية جسمك مشلول ومش عارف تتحرك. هيفضل يقرب منك لحد ما يوصل لراسك، وهيبدأ يسحب روحك من تحت لفوق. هيبدأ من عند قدمك او رجلك لحد ما يوصل لحد نص جسمك، وبعدين هتبدأ تتسحب من عند رقبتك لحد ما روحك كلها تخرج بره جسمك. طيب وانت روحك بتتسحب منك، هل ساعتها هتعرف انت من اهل الجنة ولا من اهل النار؟ بص، مفيش حاجه مؤكده اقدر اقولها لك، بس اقدر اقول لك دلائل زي ما العلماء ما قالوا. لو روحك خرجت من جسمك بشكل سريع وخرجت منك ريحه طيبه فباذن الله انت من اهل الجنه، ومحدش بيقدر يشم الريحه دي غير الملائكه بس، ربنا يجعلنا منهم. ولو خرجت روحك من جسمك بشكل بطيء وخرجت منها رائحه نتنه فليعز بالله انت ممكن تكون من اهل النار، ربنا ما يجعلنا منهم. بعد ما ملك الموت بقت روحك في ايده، هيطلع عزرائيل بروحك لبوابه السماء الاولى ويخبط، ولما الملائكه تشم ريحتك هيسالوه مين معاك، فهيقول لهم ده فلان ابن فلان باحسن الملافظ والاسماء اللي كنت بتتندى بيها في الدنيا، وهيطلع بيك للسماء الاولى. وزي ما انت عارف كل سماء وليها ابواب، فهيتفتح لك باب السماء الاول والثاني والثالث لحد ما توصل للسماء السبعه اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض. ومن غير دخول في تفاصيل كتير، عليين ده مكان جميل جدا عند الله عز وجل، وبعض العلماء بيقولوا ان هو في الجنه. وذكر ربنا المشهد ده في القران في سوره المطففين وقال: كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ربنا يجعلنا منهم. وهتنزل الارض مره تانية، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. اما بقى لو كنت مت وربنا مش راضي عنك، ولا كنت كافر ولا ملحد ولا سيئاتك اكتر من حسناتك ولا ايا كان، فالموضوع هنا هيبقى مختلف تماما عن ما انت سمعت. روحك هتخرج من جسمك برائحه نتنه، وعزرائيل هيطلع بيك لباب السماء الاول ويخبط، والملائكه هتشم ريحتك ويسالوا مين معاك، فيقول لهم ده فلان ابن فلان باوحش الملافظ اللي كنت بتتندى بيها في الارض. فمش هيرضوا يفتحوا له ولا هيبقوا عايزين يدخلوك اصلا. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. معنى يلج الجمل في سم الخياط يعني شوف انت بتتعذب ازاي عشان تدخل الخيط اللي قد كده في سن الابره. فربنا بيقول بقى ده بقى مش هيخش الجنه الا لما يدخل الجمل في سن الابره دي، يعني على الله حكايتك يا باشا. وهيقول ربنا ساعتها اكتبوا كتابه في سجين واعيدوه الى الارض. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. سجين دي هي أسوأ مكان على الأرض، وهي في الطبقة السفلى السبعة من الأرض اللي فيها إبليس وذريته. لو أنت متخيل إن كل ده بيحصل وأنت لسه مدخلتش قبرك ولا قعدت ساعة واحدة بس فيه، فاسمع كويس بقى الحتة الجاية دي. بعد ما تتغسل وتتكفن إيه اللي هيحصل؟ لما بنكون في جنازة وشايلين المتوفي على أكتافنا، ساعات بتحس إن إحنا بنجري كده وإحنا شايلينه، أو بنهرول كده هرولة خفيفة أكننا مستعجلين. ساعتها المتوفي بيبقى سامع وشايف كل الناس اللي حواليه، ولو كان ولي
والعياذ بالله من اهل النار، هيقول على ما تسرعون بها، قصده بيها على جسمه اللي احنا شايلينه، لو تعلمون ما ينتظرني لما تسرعت بجنازتي. مش عايزنا نمشي بسرعه، عايزنا نمشي بابطا ما عندنا، عشان عارف انه داخل على عذاب كبير قوي ومش مستعجل عليه خالص. اما لو كانت روحه طيبه فهيستبطأ مشيتنا حتى لو كنا بنجري. هو عايز يدخل قبره باسرع وقت ممكن لانه عارف انه نازل على خير، وساعتها هيقول لو عرفتوا على ما ينتظرني من الخير لعجلتم بجنازتي. ربنا يجعلنا منهم. طب هل فعلا الحيوانات بتسمع البشر اللي بيتعذبوا في قبرهم؟ اتفرج معايا على الفيديو ده وانت هتفهم. Here we go. We are going to the graveyard to visit our grandmother and make dua for her. طبعا زي ما انت عارف البغبغان بيقلد الاصوات اللي بيسمعها، وقبل ما صاحبه يوديه المقابر كان باين على صوته وتصرفاته انه مبسوط انه خارج مع صاحبه. بس اسمع وشوف تصرفاته واسلوبه هيتغير ازاي اول ما يدخل المقابر. Now she ain't so funny anymore. She's looking all around. I'm getting creeped out right now. How tight is her grip on your hand? She's very uncomfortable. Does she have a tight grip? Yeah, she is looking down. Screams. هو سامع صوت صريخ عالي جدا جاي من تحت وبيقلد اللي هو سمعه. طب هل كل الحيوانات بتسمع زي البغبغان؟ الله اعلم، حقيقي ما اعرفش. كده انا قلت لك كل حاجه هتحصل بمجرد ما ملك الموت يدخل عليك الاوضه لحد ما اهلك يبقوا شايلينك على كتافهم. فلو حابب تعرف ايه اللي هيحصل اول ما تنزل القبر ومصيرك هيبقى ايه وهتشوف ايه تحت وهل هتقدر تتحرك من مكانك وتروح لاماكن تانية ولا لا، فللاسف هضطر اعمله فيديو تاني. انا اصلا ما بحبش موضوع ان الفيديو يبقى ليه جزئين والشغل ده، بس حقيقي كده الفيديو هيبقى طويل جدا جدا. فاكتب لي في الكومنتس لو حابب ان انا اعمل جزء تاني من الفيديو ده، وساعتها هشرح لك بالتفصيل عن اول ليله في القبر، واتمنى اكون فهمت.